المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إلى متى؟ إلى متى الخونة يحاولون أن يقتحمون جدار المصريين؟ إلى متى المرتزقة العملاء أبناء الكلاب يحاولون تسلق سور المصريين؟ المصريين نسيج متكامل، المصريين تاريخ وحضارة. إلى متى أمثال جاويش التركي، أسامة جاويش التركي، يعني يمعن في إظهار الخيانة والانبطاح والارتزاق. يحاولون بشتى الطرق جماعة الإخوان المفسدين وأذنابهم ومرتزقيهم أن يفتتوا الدولة المصرية، ومصرين على أنهم يقدمون كل الخدمات للدولة الصهيونية، ومن خلفها الدولة الصليبية أو الدول الصليبية. يصرون جماعة الإخوان المفسدين على تفكيك الدول الإسلامية دولة دولة، ومصرين ومصممين، وكأنها عقيدة اعتقدوها في رب العالمين، وكأنها عقيدة دينية، وكأنها دين في رقاب هؤلاء الطراثيث الذين لا يعرفون دينا ولا يعرفون للأخلاق طريقا ولا للكرامة ولا للشرف معنى. هؤلاء أذناب الإخوان المذنبين المفسدين المجرمين الذين يريدون بكل بلد إسلامي ضررا بالغا خدمة للكيان الصهيوني. أسامة جاويش التركي يتقمص شخصية الصحفي يسري فودة على قناة الجزيرة سابقا، يتقمص شخصية يسري فودة في الإلقاء، ويتقمص شخصيات الجواسيس الخونة الغادرين كارهين بلادهم وحاقدين على أنفسهم وحاقدين على الإسلام والمسلمين. لا يرغبون أن يروا دولة متماسكة، بل يحفرون لها دائما حتى يوقعوها كما وقعت غيرها وتفتتت. هذا هو أسامة جاويش، والذي أكاد أن أجزم بل متأكد أنه ليس مصري الأصل، بل دماؤه تركية، دماؤه غريبة، هجين من شتى بلاد الدنيا، أصله تركي. هذا الحقير عامل فيديوهات ويترك المنبطحين ويترك الخونة ويترك كل دول ويتكلم عن رئيس مصر، لأنه فت عضدهم ودمر أحلامهم وأفشل مخططهم وألبسهم لباس النساء وشتتهم وشردهم بكل بلدان العالم. من هنا أتى الحقد الدفين والكره العميق، أولا في صورة عبد الفتاح السيسي، ثم لمصر الذين لم ينتمون إليها ولا يتذكرون لها فضلا، بل دماؤهم غريبة
دماء تركية ليست دماء مصرية.